لو ما شفتش ملخص الحلقة اللي فاتت من وان بيس وعودة الحكومة لأراضي بلاد وانو فارجع شوفه الأول. لما نتكلم في أي حاجة ما تنساش تدعي لإخواتنا وأهلنا في فلسطين. اللهم انصر قضيتنا عاجلا لا آجلا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارحم شهداؤنا الأبرار ودمر الصهاينة الأجزار. آمين آمين يا رب العالمين. أخيرا استيقظ لوفي مرة أخرى بعد انتصاره على كايدو. الاحتفالات انتشرت في كل مكان من أجل عودتهم، وبنشوف شخص داخل حدود بلاد وانو وهو طاير في السماء وبيكلم أكاينو اللي بيقول له ما تتهورش يا ريوكوغيو، وبيقول له ريوكوغيو ما تخافش مش هعمل حاجة. وبنعرف ان الشخص ده هو ادميرال الثور الاخضر وصل لبلاد وانو في احداث غير متوقعة. في الأراضي المقدسة ماريجوا الأمور كانت خارجة عن السيطرة، والجروس عمالين يكلموا الحكومة وبيقولوا لهم ازاي تنشروا صورة لوفي وعليها حرف الدي، احنا ما اتفقناش على كده. بيقول لهم احنا ما نعرفش ايه اللي حصل، عميل السي بي زيرو بعت لنا الصورة واحنا بعتناها للمطبعة. الجروس بيقولوا لهم اطبعوها تاني، مش عاوزين العالم يشوف حرف الدي ولا عاوزين حد يعرف ان المحارب نيكا رجع. ولكن بيقول لهم احنا بنحاول نتواصل مع المطبعة ولكن محدش بيرد علينا. بنشوف ان مورجانس هو اللي بيعمل كده وبيقول له طيوروا يلا انشروا الاخبار في كل مكان في العالم، استخدموا جميع الاوراق التي لدينا. بيقول ان اخر اتصال بينه وبين عميل السي بي زيرو قال فيه ان هو شاف سفينة البيج مام في بلاد وانو، وبيقول أنا مش هسمح للحكومة تتلاعب بهذه الأخبار اللي هتهز العالم كله. العالم هيشهد تغيرات لم تحدث من قبل. نحن الآن أمام لحظة تاريخية لا مثيل لها. وفعلا الأخبار بتنتشر في كل مكان في العالم بسرعة رهيبة. هزيمة اليونكو كايدو والبيج مام اللي سيطروا على البحر لسنوات طويلة ها قد هزموا على ايد الجيل الأسوأ اللي قدروا يثبتوا للعالم انهم قادرين على تغيير المستقبل. واخيرا وبعد انتظار بنشوف مكافأة الثلاثي لوفي وكيد ولو، كل واحد على راسه مكافأة 3 مليارات بيري. نرجع تاني لبلاد وانو عند الساحل حيث يوجد كيد ولو، وكيد بعد ما شاف المكافآت الجديدة اللي اتحطت على رؤوسهم بيطلع يجري. بيقول سكراتش مان هو كيد رايح فين بعد ما شاف المكافأة بتاعته؟ بيقول كيلر هو غالبا رايح لعاصمة الزهرة، اكيد سمع ان في وليمة هناك. العالم الوقت بيشهد ولادة اباطرة جدد الان. انا مش متفاجئ من ردة فعله، وبيكلم الطاقم بتاعه وبيقول لهم يلا بينا نروح الاحتفال احنا كمان. بيقول له ان كيد شكله هيعمل مشكلة في العاصمة. بنروح للعاصمة وبنشوف في الشوارع ان الوليمة والاحتفالات قد بدأت. بنشوف لوفي مع ياماتو وباقي الطاقم في شوارع العاصمة عمالين يحتفلوا وبيبدأوا أكل ما يشاءون من الطعام، كل شيء مجاني هذه الليلة. وياماتو بتقول وهي فرحانة ان ده اول مهرجان ليها، انا سعيدة جدا. بعدها بنروح عند بروك اللي عامل عظمة وعمال يطرب الجميع، وبيقول بروك هقدم لكم اليوم أغنية هتفرحكم جميعا. والآن أقدم لكم نجمة نجوم العزف أميرة القمر كوزوكي هيوري. وبتظهر هيوري وبتبدأ تعزف الموسيقى وبتعزف المعزوفة المفضلة لوالدها كوزوكي أودين. وبنروح في الوقت ده القبو القصر الموجود في عاصمة الزهرة، وبنشوف روبين وهي واقفة أمام حجر بونجليف، وبعدها بتلاقي عرايس صغيرة عاملة زي الألعاب. وفي الوقت ده تنجو بينزل وبيقابل روبين تحت، وروبين واقفة قدام العرايس. بيقول لها تنجو إن الغرفة دي كانت غرفته السرية وإن هو كان اتحبس فيها قبل كده سنين طويلة. وروبين بتقوله ازاي دي غرفتك السرية؟ انت مين بالظبط؟ انت مش باين عليك انك صانع سيوف. بيقول لها تنجو ان حكاية صنع السيوف دي كنت بعملها علشان استمتع بوقتي. وبيخلع تنجو قناعه وبنشوفه لأول مرة وبيقول أنا هو كوزوكي سوكاياكي والد كوزوكي أودين والشوجن السابق لبلاد وانو. يا إلهي ما هذا؟ إيه اللي بيحصل؟ أحداث صادمة. وبتسأله روبين إذا كان مومو عارف بالكلام ده ولا لأ. بيقول لها سوكاياكي لأ وأنا مش ناوي أعرفه أي حاجة.
وبيقول أنا اللي أوروتشي أخد مني بلاد وانو، إزاي أعرفهم إن أنا لسه حي؟ وبيقول إن هو لما قدر يهرب من هذه الغرفة أودين ابنه كان مات، وبلاد وانو أحوالها كانت منقلبة رأسا على عقب. وبيقول إن هو فكر ساعتها في الانتحار، ولكنه كان عنده يقين إن الشيء ده موجود في بلاد وانو. وبيقول لها أنا بشكرك على اللي عملتيه انت وأصدقائك لهذه البلاد. بتقول له روبين إن الشيء اللي انت تقصده هو السلاح العتيق بلوتون، أنا عارفة إن هو موجود هنا. بيتصدم سوكاياكي من كلامها وبيقول لها انت عرفت الكلام ده ازاي؟ بتقول له روبين أنا عارفة إن هو هنا من خلال قراءتي للبونجليف اللي كان موجود في أراباستا. بيقول لها سوكاياكي انت عارفة حاجات خطيرة، ولكن أجل إنه هنا السلاح العتيق بلوتون موجود في بلاد وانو. تذكير سريع كده لو حد ناسي، عائلات كوزوكي الحاكمة لبلاد وانو كانوا بيتنقلوا على مر العصور طريقة قراءة البونجليف، لأن هم أساسا اللي صنعوا الأحجار من 800 سنة، ولكن أودين مات قبل ما يعلم مومو. المهم بنرجع تاني وبنروح المرة دي لإقليم أودون عند السجن، وأخيرا بنشوف لأول مرة أدميرال الثور الأخضر الراماكي ريوكوغيو قد وصل لبلاد وانو. بنشوف قدامه كينج وكوين وبعض رجال كايدو اللي ما زالوا على قيد الحياة. وبيقول له كينج كلب البحرية جاي هنا يعمل ايه؟ بيضحك وبيقول لهم انتم في حالة يرثى لها، انا لم اتي الى هنا من اجلكم. بيغضب كوين وبيهجم عليه بكل قوته، ولكنه بيتفاداها بكل سهولة. وبعدها الجنود بيهجموا عليه، ولكن في لمح البصر بنشوف العشرات من الجنود مقتولين، كلهم ميتين بسبب شيء أشبه بفروع الأشجار اللي اخترقت أجسامهم. راماكي بيتحكم في الأشجار وقتلهم كلهم، والأول مرة بنشوف قوة أدميرال الثور الأخضر. نعرف إن الفاكهة بتاعته بتخليه يقدر يتحكم في الأشجار والنباتات والكلام ده. وبيقول أراماكي إن لسه في 2 وهم كينج وكوين، وبيهجم عليهم بفروع الأشجار اللي طالعة منه، وبيفضل يهجم على كوين لحد ما بيتصاب منه. وبعدها بيروح لكينج وبيهجم عليه بسرعة رهيبة وبيقدر يصيبه هو كمان. يا إلهي ما هذه القوة المرعبة، قوة بتفقد الشخص وزنه وبتسحب حياته، وكأنهم ثمار قطفت فذبلت ففقدت حياتها. وبعدها بيكلم أراماكي واحد من البحرية وبيقول له ابعت سفينة حربية لبلاد وانو وما تعرفش ساكازوكي حاجة عن اللي قلته لك. بعدها بيقول أنا بحترم ساكازوكي جدا لطالما كان يثير إعجابي، علي فعل شيء لأجعله فخورا بي، وعشان كده بيقول إن هو هيروح ياخد راس لوفي ويسلمها للبحرية. نرجع تاني لعاصمة الزهرة، ولوفي واقف وسط الاحتفالات وبيتكلم بصوت عالي وبيقول النينجا والقراصنة والساموراي والمنك وأتباع الشوجن وعشيرة الياكوزا وأهالي بلاد وانو الجميع قاتل بكل قوته وقد انتصرنا في النهاية. ومومو واقف بينظر وبيفتكر لما لوفي هزم كايدو، وبنشوف ان لوفي كان كلم ياماتو وقال لها ما تعرفيش حد ان انا عملت حاجة، بس مومو بيقول له ليه كده، انت تستحق كل حاجة، انت اللي هزمت كايدو. بيقول له لوفي بطل غباء، الناس هنا كانت مستنياك، انت اللي هتجعل بلاد وانو مكان للناس يقدروا ياكلوا ويشربوا كما يشاءون كل يوم، وانت اللي هتجعلهم ما يخافوش من اي شخص مثل كايدو بعد الان، اجعلهم يستمتعون بوقتهم كل يوم. خليك شوجن عظيم وحقق كل امنيات شعبك، انت من سيغير هذه البلاد يا مومو. أنا مش عايز حد يعاملني على إني بطل، أنا كده خلصت مهمتي والتحالف بتاعنا انتصر. هذا تفسير مناسب لكي تفهم يا مومو. ياماتو اللي بتتأثر بكلام لوفي وبتجري على لوفي وبتحضنه وبتقول له أنت شخص عظيم يا لوفي. ومومو بيقول له أنا مش هخلي ثقتك فيا تروح على الفاضي، حسنا سأفعلها أنا أعدك. أثناء ما لوفي بيحتفل في الوقت الحاضر بيوصل كيد عنده وبيقول له أنا مش هسيبك يا قبعة القش، ولكن لوفي بيمسكه من راسه وبيقول له تعال احتفل معانا. والاحتفالات والألعاب النارية بترتفع في سماء عاصمة الزهرة، يا له من منظر جميل وشعور بالنصر.
الجميع بيرقص ويغني وكلهم بيحسوا بالسعادة لأول مرة من 20 سنة. والعجوز هيو بيقول أنا أول مرة في حياتي أحضر احتفال زي ده، شكرا ليكم يا قراصنة الجيل الأسوأ. وبيبكي هيو بيقول إنه لشعور رائع أن ترى بلدك وهي عايشة في سلام قبل ما تموت. بتقول توكو لأوكيكو الألعاب النارية اللي شفناها النهاردة هنشوفها كمان في السنين القادمة ولا لأ؟ بتقول لها أوكيكو نعم بالطبع، كل هذا بفضل الجميع، هم اللي أنقذوا الحاضر والمستقبل، ومن النهاردة ومهما مر من وقت تقدري تلعبي بالألعاب النارية في أي وقت. بتفرح توكو بكلامها وبنشوف الألعاب النارية في الهواء وصوت الأجراس في كل مكان. ومومو بيقول شكرا لكم يا أصدقائي، لن أنسى هذا اليوم ما حييت، سأتذكره طوال حياتي، شكرا لكم. كيد بيقول للوفي أنا جاي هنا علشان أقتلك، أنا مش عارف إيه اللي حصل برا بلاد وانو، ولكن اللي اتكتب هنا يجعلني أرغب في القضاء عليك. وبيوري لوفي أسماء اليونكو الجدد، ولوفي الصدمة بتعلو على وجهه من الخبر. ورسميا بنشوف أسماء الأربعة يونكو للعصر الجديد: مونكي دي لوفي، أحمر الشعر شانكس، اللحية السوداء تيتش، وأخيرا ملك القراصنة المستقبلي والأقوى في العالم القرصان باجي. اللي عمله باجي وخلاه يبقى أحد أباطرة البحر، ده اللي هنعرفه في القادم. المهم دلوقتي بنروح على حدود عاصمة الزهرة وبنشوف إن الأدميرال أراماكي وصل، وبنشوف إن كل خطوة بيمشيها على الأرض تحت وبتطلع زرع مكانها، يا إلهي إنها قوة مذهلة. بيقول أراماكي الظاهر إن الاحتفالات بدأت، ما يعرفوش إن البحرية في مزاج سيء. بيقول إن العالم الخارجي كله دلوقتي عايش في فوضى، وجه الوقت من أجل تولي أمر هذه البلاد. بيقول لهم انتظروني أنا قادم لأخذ رؤوسكم جميعا، يا إلهي ما الذي يحدث داخل بلاد وانو؟ ظاهر إن احنا لسه داخلين على معركة أسطورية. مين الشخص اللي هيقدر يقف في وجه هذه القوة المرعبة لأدميرال الثور الأخضر؟ كل ده إن شاء الله هنعرفه مع بعض في الحلقات القادمة. ولو أنت وصلت لحد هنا فأنا أحب أشكرك من كل قلبي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.